مساء الخير. أهلا وسهلا في برنامج الضاحك الباكي. البرنامج ده من تأليفي واختراعي وإخراجي وإنتاجي وغنائي كمان. نقدر نقول كده ده هو مش برنامج زي ما انتوا شايفين كده، هو تسجيل، هو مجرد إن أنا بسجل خواطر بتعبر عن آرائي الشخصية ويمكن آراء ناس تانية كتير موجودين في جمهورية مصر العربية، مصرنا الحبيبة، اللي للأسف من بعد الثورة الشريفة، اللي معرفش برضه هي حصلت ازاي، بس اللي حصلت المهم. من بعد الثورة طبعا نقدر نقول كده في حاجات كتير أوي اتغيرت، حاجات ما كناش شايفينها بقينا شايفينها، حاجات ما كناش حاسينها بقينا حاسينها. زي ما نقول كده كنا شعب عايش في البلالة، أيوة في البلالة، وفوقنا، بس للأسف فوقنا متأخر. ليه؟ أقول لكم ليه. احنا شعب كسول وكلامنجي ومزيوط، وشعب يحب يعيش دور البطل، بس للأسف احنا مش أبطال. بمعنى أبسط مثال، هنتكلم عن الثورة. طبعا كل التحية والتقدير لكل من ضحى بنفسه في الثورة اللي حصلت، بس للأسف في ناس كتير أنا شايفها ضحت بروحها عشان قضية خسرانة، لأن مفيش حاجة تتغير في البلد من هنا لحد لما معجزة تحصل. مصر عايزة معجزة عشان تتغير، ومش مصر اللي لازم تتغير، الناس اللي لازم تتغير. الناس للأسف لازم تتنسف نسف، بمعنى لازم تتنسف نسف عشان البلد دي تبقى متطهرة كده ونضيفة، وفيها ناس نضيفة بتخاف على بعض. لكن أنا شايفه إن الثورة ما طلعتش أجمل ما في الشعب المصري، هي وضحت وظهرت وساخت الشعب المصري. شعب حقود ووسخ، مع احترامي للناس كلها. احنا لو 80 في المليون او 85 في المليون فرد في الشعب المصري، انا بتكلم عن 70 مليون بس، ما بتكلمش عن الناس كلها. وطبعا انا الكلام ده هيبقى على اليوتيوب، فانا طبعا متوقع ان الناس كتير عم تشتم، تقول انت مش فاهم حاجة، انت صليت اللسان، وانت وهسمع حاجات غريبة وهتسبب ابويا وامي. مش مهم خالص، الشتيمة ما بتلزقش، بس انا بتكلم وبعبر عن ارائي الشخصية. بما ان البلد دلوقتي ديمقراطية، فانا بعبر عن رأيي الشخصي. انا بحب بلدي جدا وبعشق تراب بلدي جدا وبحب اهل بلدي جدا، بس للأسف مش كل اهل بلدي محترمين. في منهم الحرامي والنصاب والكذاب والغشاش والمنافق واللي بوشين. عشان مصر تتغير زي ما قلت الناس لازم تتغير. مصر بقت عاملة زي الجسم المصاب بالسرطان، ما بقتش عارف تشيل ايه ولا ايه ولا تقص ايه ولا تعالج ايه عشان الجسم كله يتعالج. الثورة قامت عشان تقضي على الديكتاتورية وعلى الناس اللي بيسرقوه والحرامية وي 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 اللي احنا بنسميهم فلول. بس للأسف الفلول مش في الحزب الوطني، الفلول في شعب مصر كله. الفلول في المدرس اللي ما بيخشش يدرس في الفصل
عشان معتمد إن التلاميذ هيروحوا ياخدوا عنده دروس خصوصية. الفلول في موظف الحي اللي بيقعد يلف على المحلات وأصحاب الشركات، يخترع لهم في أي حاجة، أي بتاع، أي غرام، عشان ياخد له في الآخر حاجة في إيديه ويمشي. الفلول في الموظف الحكومة اللي موقف مصالح الناس وبيروح كده مكتبه كأنه رايح هوليداي، يقزقز لب ويشرب شاي وينام عن الناس ويتكلم في السياسة كأنه هو أكبر محلل سياسي في العالم، وكلامه هو اللي صح والباقي كله غلط، وفي الآخر يروح. الفلول في الدكتور اللي المفروض يتسمى جزار في الوقت الحالي، الدكتور اللي بيخش له عيان يعني بيثق فيه عشان يعالجه. يوم الدكتور ده قايل له تعالى اعمل لك عملية، ياخده المستشفى يبنجه على اساس انه بيعالجه من حاجة ويستأصل منه حاجة تانية خالص عشان يبيعها. او يبقى الدكتور مش متأكد العيان ده عنده ايه ويفتح، والعيان بقى هو كده ايه، ربنا بيحبه كده يفضل عايش. ربنا طبعا طبعا كل واحد يعني له وقته يعني، وكل حاجة ليها سبب. بيموت في الآخر يقول لك معلش أنا عملت اللي عليا. الفلول في دكتور العمليات اللي بيخش جوه العملية الأوضة مش متعقمة، بيشرب سجاير، وده بيحصل كتير للأسف. ما أنا مش عارف بقى وزير الصحة ده فاكر إن الدكاترة كلها اللي في المستشفيات دي إيه، ملايكة ولا إيه؟ أنا مش فاهم. ولما حد بيكلمه في القصص دي يقول لك لأ مستحيل وبتاع، برضه إنسان عايش في البلالة. إيه، الفلول في المستشفيات وأصحاب المستشفيات اللي لما واحد بيخش لهم يعني ميت بيموت، عايزين 3 و4 و5 و10 آلاف جنيه عشان خاطر يخش تأمين وعمليات وخرا. الفلول في كل واحد فينا للأسف. لما الثورة قامت وحسني مبارك تنحى، مفيش حاجة اتعدلت، بل بالعكس الوساخة زادت. وأتحدى أي حد يقول لك غير الكلام ده، أتحدى. وساخة موظف الحي زادت، عايز رشاوي أكتر. وساخة الدكاترة زادت، وساخة الشرطة زادت، وساخة كل واحد، وساخة موظف الحكومة زادت. مفيش حاجة اتصلحت. يبقى المشكلة ما كانتش في حسني مبارك ولا في الناس اللي حواليه، المشكلة في الشعب كله. وهو لن يغير الله ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. ربنا سبحانه وتعالى قال كده. لازم تغير من نفسكم ولازم نغير من نفسنا عشان البلد تتصلح. البلد عمرها ما هتتصلح بالطريقة دي. لما يطلعوا الإخوان، على فكرة أنا الجيش عجبني في حاجة واحدة بس، إن هو صبور جدا. الجيش استحمل معانا قمة الوساخة، يعني الجيش استحمل وساخة الشعب المصري والكلام اللي بيطلع على الجيش، بصرف النظر عن شوية سلبيات احنا شفناها، زي البنت اللي اتعرت ومش عارف مين اللي اتضربت، وده اللي اتضرب، وده اللي اتسحل، وده اللي اتنك، وده اللي مش عارف ايه. ما علينا. بس برضو الجيش ذكي. ليه؟ الجيش كان عليه بلاوي كتير قوي. اللي الناس مش فاهماه ان الجيش كان مستهدف من قوة كتير قوي، قوة داخلية وقوة خارجية.
القوة الداخلية تتمثل في الإخوان المسلمين اللي عاملين نفسهم زي الحمل الوديع. الحزب أو الكيان اللي كان يعيني مغلوب على أمره من أيام الحزب الوطني، ومن قبل الحزب الوطني أيام السادات، ومن قبل السادات عبد الناصر، ومن قبل عبد الناصر الملك. بالنسبة للإخوان هم مش عايزين الجيش، لأن الجيش عارف وسختهم. عشان الإخوان يمسكوا ويحكموا، مين اللي واقف لهم؟ الجيش. مين اللي كان بيورط الجيش؟ الإخوان. مشكلة الشعب عندنا شعب عاطفي وحساس، بمعنى أقل واحد يقول لك أقل كلمة تنبسط وتفرح وتزعل على أساس الكلمة اللي اتقالت لك، لكن ما بتفكرش. مفيش حكمة، مفيش تفكير، مفيش تشغيل مخ. فكر في اللي بيحصل حواليك، واعرف من عدوك ومن صديقك. هرجع لموضوعي واتكلم ان الجيش صبور جدا واستحمل وساخط واهانات الشعب بتاعنا، مع ان هو الجيش في نفسه هو وسخ. الجيش في نفسه وسخ برعاية القائد طنطاوي المعرس الكبير، طبعا احنا عارفينه. بس هنرجع ونقول الجيش حمانا من حاجات كتير وحمى نفسه. بمعنى الجيش عارف ان الاخوان عايزين يورطوه، فالجيش اتبع سياسة الايه؟ النفس الطويل. بدأنا بالاستفتاء بنعم ولا السنة اللي فاتت، كله قال لك نعم. الجيش قال لك خلاص، مادام نعم نعم وعايزين الإخوان البسوهم لما نشوف هيفيدوكوا في ايه. كلنا قلنا نعم، رشحنا الإخوان في مجلس الشعب، قلنا عليهم ناس محترمة، ناس بقالها كتير يا عيني مظلومة وهتنصرنا، واهو نجربهم. اكيد ناس عايزه تثبت لنفسها ان هي ايه، ناس كويسه وعايزه تثبت لنا الناس كويسه، وناس عايزه تصلح. بس للاسف طلع العكس، جالهم حاله صرع وجنان، عاملين زي دوش مقولة شبع من بعد جوع. واحد انت عمال ترمي في السجن وتضربه وتظلمه وي 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 وي، وفي الاخر قلت له خد يا عم السلطة اهي، امسك مقاليد السلطة. لازم يجيله حالة جنان، ما عمره ما شاف الحرية دي، ما يعرفش يعني ايه ديمقراطية ولا يعني ايه حرية. ولا أقول للمرشد يمين يمين شمال شمال، ناس متخلفة ومغيبة عقليا. أنا واحد من الناس كنت ورا الإخوان وبشجع الإخوان وبقول دي ناس كويسة، بس للأسف الوقت أثبت لي العكس، إن الجيش والحزب الوطني، حسني مبارك، سادات، عبد الناصر، من قبلهم الملك، أي حد كان صح في نظرته للإخوان. لأن من الآخر كده إخوان المسلمين عبارة عن شوية انتهازيين عايزين سلطة. احنا بالنسبة لهم لو تفتكروا ان احنا ايام الارهاب، احنا بالنسبة اللي كنا للاخوان ايه؟ كانوا هم جماعات متطرفة وشايفين ان احنا كلنا كفرة، والحكومة حكومة كافرة، واللي بيكسب من الحكومة كافر وفلوسه حرام. فبالنسبة له احنا كلنا شعب مغيب وشعب كافر. ايه اللي خلى الناس دي ب10 15 20 سنة تفكيرها يتغير؟ إلا إنهم ماشيين بمبدأ اليهود أو سياسة اليهود، لو اصبر 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 لغاية لما تتمكن. هم دول الإخوان. ودلوقتي وسخت ظهرت وسخته مجلس الشعب على الأقل. أكيد كلنا بنشوف المهزلة والموبت شو والسلك القومي اللي بيحصل في مجلس الشعب.
للأسف حاجة تكسف وحاجة تعر وحاجة بنت 60 وسخة تنرفز يعني. إيه، مش عارف أقول إيه غير الأيام الجاية هنشوف طبعا مفاجآت كتير. ليه؟ خيرت الشاطر طبعا نزلوه، مرسي نزلوه، أبو الفتوح نزلوه، مين تاني؟ بس كده، هما دول عن الإخوان. طبعا أبو الفتوح شخصية محترمة جدا وقال لك أنا شقيت عن الإخوان، بس هو منشقش عنهم، هو منشق عنهم سياسيا، لكن ولاؤه كله للإخوان المسلمين. طبعا لما الأستاذ خيرت الشاطر نزل قدام عمر سليمان، وده شيء كويس عشان الكلاب كلها ترجع جحورها تاني. تمام تمام. بس اللي انتوا مش فاهمينه ان الجيش عملها بقصد، ان نزل عمر سليمان بقصد. ليه؟ كده كده خيرت الشاطر كانوا هيقلشوه، وحازم ابو اسماعيل هيتقلش واتقلش خلاص، وعمر سليمان قلشوه، عشان لما يرموا بقى خيرت الشاطر وابو اسماعيل يقول لهم خلاص اتقلشوا ويقلشوا عمر سليمان، يقول لك شفت اهو برضه مش انتوا لوحدكوا، ده احنا الراجل بتاعنا برضه احنا قلشناه. هو مبقاش فيه لعب. فهمتوا القصة؟ قصة غريبة، قصة عجيبة، وناس بتخلط الدين بالسياسة، وناس تخلط السياسة بالدين، وحاجة بقت قمة الخرا، قمة الإحباط، قمة الوساخة، قمة الهبل. أنا مش فاهم الناس دي عايزة تودي البلد على فين؟ ما هو لو البلد خربت الناس دي عايزة تحكم، تحكم إيه؟ خرابة. وعلى فكرة أنا لفلول، عشان عارف طبعا الكومنتات هتطلع يا عم ده اتكلم عن الإخوان يبقى فلول ويبقى حزب وطني ويبقى أمن دولة ويبقى فككوا بقى من الكلام ده كله خالص. انا لا كده، لا امن دولة ولا فلول ولا تبع الحزب الوطني ولا ليا في البطيخ. انا مجرد مواطن مصري عادي بتكلم بصفانية، وادينا بنتكلم مع بعض. اسمعوا ارائي واسمع ارائكم، واللي هيشتم منه لله، مش هقول غير كده. سلام.